السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض ايه الحالات اللي بنكتب فيها الهمزة على واو. يعني ايه الحاجات اللي تحصل في الكلمة اول ما اشوفها فورا اعرف ان الهمزة دي هتكتب على واو. بصوا يا حلوين، احنا اتعلمنا قبل كده مع بعض ان احنا عندنا كام حركة؟ عندنا 3 حركات، صح؟ الفتح، حركة الفتحة دي بتبقى فين؟ بتبقى فوق راس الحرف. وحركة الكسرة بتبقى برضو شرطة مايلة، نفس الشكل حركة الفتحة بس بتبقى تحت الحرف. وعندنا الضمة اللي هي الواو بس بتبقى صغيرة كده، دي اسمها حركة الضمة. وعندنا كمان علامة السكون. هم دول الأشكال اللي ممكن يبقوا عندنا في معظم الكلمات. طيب أنا عايزة أعرف دلوقتي، أول حاجة عايزين نتعلمها، عايزين نعرف هي إيه أقوى حركة في الحركات ال3 دول. اتفقنا إن السكون اسمها علامة لأنها ساكتة مش بتتحرك. أي حاجة فيها بنحرك صوت الحرف اسمها حركة، بنكسر أو بنفتح أو بنضم. طيب أنا دلوقتي عايزة أعرف ايه اقوى حركة في ال3 حركات دول؟ اقوى حركة هي الكسرة. اقوى الحركات الكسرة، هي اقوى من الفتحة واقوى كمان من الضمة. يعني ايه؟ يعني الكسرة الشريرة دي القوية اللي بتاكل اكتر من اصحابها، لو كانت موجودة في اي كلمة لازم انفذ شروط الكسرة واعمل لها الحاجات اللي هي بتحبها. الياء تحب الكسرة والكسرة تحب الياء. يبقى احنا بس عايزين نبقى حافظين النقطة دي كويس قوي، ان اقوى الحركات هي الكسرة. طيب لو الكسرة دي مش موجودة، ايه اقوى الحركات؟ الضمة الشريرة. الضمة اقوى من الفتحة. الضمة دي كمان مش موجودة، الفتحة اقوى من السكون. خلاص، يبقى احنا كده اتعلمنا ان انا لو عندي كلمة فيها كسر او فتحة او ضم، اقوى واحدة فيهم هتبقى فين؟ هتبقى هي الكسرة. الحرف المكسور هيبقى هو اقوى حرف. ايه الحركة اللي بعده؟ هي الضمة. طب ايه الحركة اللي بعد الضمة؟ هي الفتحة. طيب يلا بينا بقى نتعلم الهمزة دي لو جت عندي في الكلمة امتى فورا ومن غير ما اتلخبط اكتبها على واو وابقى عارف ان هي دي الكتابة السليمة ليها. لو جت الهمزة دي مضمومة في كلمة والحرف اللي قبلها مضموم او مفتوح او ساكن. تاني، امتى بكتب الهمزة على واو؟ لو الهمزة جت مضمومة عندي اهو والحرف اللي قبلها ايه؟ مضموم او مفتوح او عليه علامة السكون. مش احنا اتفقنا ان اقوى الحركات هي الكسرة؟ بس الكسرة مش موجودة، عندي ضم وفتح وسكون. اقوى حاجة هي ايه؟ هي الضمة. الهمزة مضمومة، الضمة بتحب ايه؟ الواو تحب الضمة. عشان كده هنعمل للضمة اللي فوق الهمزة دي اللي هي عايزاه. يبقى اول ما بلاقي همزة مضمومة يعني فوقها الواو الصغيرة دي، فورا ببص على اللي قبلها. لو لقيته مضموم او مفتوح او عليه علامة السكون، بعرف فورا ان الهمزة دي كده قوية وهتمشي اللي هي عايزاه. طب انا عرفت منين ان هي قوية؟ عشان هي عليها حركة الضمة، عشان هي الضمة دي اقوى من الفتح ومن السكون. طيب يلا نشوف امثلة ونفهم اكتر بالمثال. شؤون، انا عايز اكتب كلمة شؤون وانا بقرأ نطقت همزة في النص هنا. طب انا مش عارف هكتبها على ايه. طب ما تيجي نرجع للقاعدة. انا بقرأ كلمة او هنا الهمزة وانا بقرأها مضمومة، الشين مضمومة وكمان الهمزة مضمومة. شؤون، ده غير الواو بتاعت المد. طيب القاعدة بتقول ان الهمزة لما بيكون فوقها حركة الضمة ببص على اللي قبلها، لو لقيته مفتوح او مضموم او ساكن بكتبها على واو. طب الحرف الشين مضموم، يبقى هنا هعمل ايه؟ هعمل الضمة اللي هي عايزاه. الحرف اللي بتحبه، الحرف اللي بيناسب حركة الضمة هو ايه؟ هو الواو. يبقى فورا هكتب هنا الهمزة على واو. عشان ايه؟ عشان الشرط بتاعها اتحقق. هي قالت انا هتكتب على واو لو الحرف اللي قبلي مضموم او مفتوح او ساكن. يلا نكتب الكلمة ونخليها كلمة سليمة. ايوه بالشكل ده، شؤون، كده الكلمة سليمة وزي الفل.
كتبناها كده ليه يا شطار؟ علشان الهمز هنا جت مضمومه وقبلها حرف مضموم، يبقى من حق الضمه تتكتب على واو. خلاص احنا هننفذ للحركه الشروط بتاعتها، والحرف اللي يناسب الضمه هو الواو. نشوف كلمه كمان، كلمه رؤوس. وانا بقرا انا بعرف الحرف والحركه اللي عليه من القراءه. لو انا بملي حد بقول له اكتب كلمه رو او شايفين الهمزه مضمومه، يبقى الهمزه مضمومه والراء اللي قبلها مضمومه، هعمل ايه؟ هكتب فورا الهمزه دي على واو، لان الواو تحب الضمه، وانسب حرف لحركه الضمه هو الواو. والقاعده بتقول ان الهمزه لو جت مضمومه والحرف اللي قبلها ايه؟ مضموم او مفتوح او عليه سكون، بتكتب على واو. وهنا الحرف الراء جه مضموم، يبقى انا فورا هنفذ للهمزه دي اللي هي عايزاه، واكتب لها الحرف المناسب للحركه اللي عليها. اكتب بقى الكلمه ونشوف هتبقى عامله ازاي. بقت رؤوس، شايفين اهي. ليه عملنا كده تاني؟ ليه عملنا كده وكتبنا الهمزه هنا على واو؟ الشرط بتاع الهمزه انها تكتب على واو اتحقق. اتفقنا ان بيكون عليها ضمه والحرف اللي قبلها مضموم او مفتوح او عليه علامه السكون. طب هنا الحرف اللي قبلها مضموم، يبقى فورا هنكتبها على واو. طب يلا بينا نكتب كلمه مؤونه. مؤونه، يلا نشوف الهمزة اللي عندي دي أنا هكتبها على إيه؟ يلا بينا نشوف. الهمزة هنا جت عليها حركة الضمة. طيب يلا نبص بسرعة على الحرف اللي قبلها ونشوف القاعدة. اتفقنا إن الهمزة لو جت مضمومة والحرف اللي قبلها مضموم أو مفتوح أو عليه علامة السكون، بنكتبها على واو. طيب الحرف اللي قبلها مضموم؟ لا، الحرف اللي قبلها مفتوح. طيب هنا هنكتبها على واو، بس انا عايزه اعرف ليه هنكتبها على واو؟ اشمعنى؟ ليه ما كتبناهاش على الف ونفذنا الحاجه اللي بتحبها حركه الفتحه؟ لا يا شطار، هنا هنشوف الحركه الاقوى هي اللي هتنفذ كلامها. طيب الفتحه اقوى ولا الضم؟ الضم طبعا اقوى من الفتح، يبقى عشان الحركه القويه هي الضمه، فهننفذ كلام الضمه ونجيب لها الحرف اللي بيناسبها. ايه الحرف اللي بيناسب حركه الضمه؟ برافو، حرف الواو هو اللي بيناسب حركه الضمه. طب يلا بينا نكتبها بسرعه وتبقى بالشكل ده. نفذنا لحركه الضمه اللي هي عايزاه وكتبناها على واو، لان هي اقوى من الفتح، والفتح قاعد زعلان وملوش حق خالص يتكلم. لما يبقى ياكل بقى ويبقى يكبر ويبقى شاطر، بس ده مش هيحصل ابدا، لان الواو خلاص، الواو طول عمرها كده في القاعدة بتاعتنا اقوى من الفتح. يعني مش ممكن ابدا الاقي في اي كلمة حركة الفتح اقوى من الضم. هي دي قاعدة ثابتة، وهم كبروا هما الاتنين، والضمة أقوى من الفتحة. طيب يلا بينا بقى نشوف كلمة تفاؤل. هنا الهمزة جت إيه؟ جت برضو عليها حركة الضمة. طيب والحرف اللي قبل الهمزة حرف الألف ساكن معلهوش ولا حركة. طيب هنعمل إيه؟ هنشوف أي الحركات أقوى. اتفقنا إن الضمة أقوى من الفتح وأقوى من السكون. نعمل إيه هنا يا شطار؟ فورا هنكتب هنا الهمزة دي على واو، وهننفذ للحركة اللي بيناسب ليها من الحروف. الواو تحب الضمة، يبقى الضمة هي كمان بتحب حرف الواو، وهو أنسب حرف ليها، وهي هنا قوية، يبقى لازم نكتب هنا الهمزة على واو. بقت الكلمة بالشكل ده، تفاؤل. ليه عملنا كده؟ عشان احنا اتفقنا مع بعض ان القاعدة بتقول ان الهمزة لو جت عليها حركة الضمة امتى بكتبها على واو؟ ببص على الحرف اللي قبلها، لو كان عليه ضم او فتح او سكون فورا بكتبه على واو. انا كده خدت الثلاث حالات بتوع ان انا امتى بتيجي الهمزة مضمومة وبكتبها امتى عليها واو، صح؟ طيب لو جت الهمزة عندي مفتوحة
والحرف اللي قبلها مضموم بعمل ايه؟ كلام الحركة الأقوى. يعني ايه؟ يعني هنفذ كلام حركة الضمة وهحطها على واو. طب ليه؟ لأن الضمة هي أقوى من الفتحة، ومادام هما الاتنين جم في نفس الكلمة يبقى لازم أنفذ كلام حركة الضمة واجيب لها الحرف اللي بيناسبها. طب يلا نشوف مثال على كده ونقارن. هنا مثلا كلمة سؤال. سؤال هنا واحنا بنقرأ قلنا ايه؟ سين مضمومة، شايفين الهمزة مفتوحة. طيب هعمل ايه؟ سؤال، هبص على الحركة الأقوى. مين الحركة الأقوى في الاتنين؟ الضمة أقوى ولا الفتحة؟ لا، احنا متفقين ان الضمة كانت بتاكل كويس جدا وهي صغيرة وبقت أقوى من الفتحة. طيب يعني هنا هنعمل ايه؟ هننفذ كلام حركة الضمة وهنجيب فورا الحرف المناسب لحركة الضمة ونحط عليه الهمزة. هتبقى كلمة سؤال بالشكل ده. يعني ازاي انا عايزة افهم، يعني ازاي الهمزة مفتوحة؟ مش المفروض انفذ كلام حركة الفتحة؟ لا، قبل ما اسمع كلام اي حركة منهم لازم اشوف مين القوية، لان انا لو ما نفذتش كلام القوية هتضربني. يبقى انا لازم اول ما اشوف الحركات انفذ كلام الاقوى، حتى لو هي جاية ايه؟ حتى لو هي جاية قبل الهمزة. يعني احنا اتفقنا ان الهمزة نفسها تبقى مضمومة، طيب بنبص على الحركات اللي قبلها. لكن كمان حتى لو الحرف الهمزة جت مفتوحة والحرف اللي قبلها مضموم، فورا بكتب الهمزة دي على الحركة المناسبة للضمة اللي هي الواو. انت تاني بكتب الهمزة ديت على واو. وجت عندي كلمة فيها الهمزة هنا ساكنة والحرف اللي قبلها مضموم، برضو هنفذ كلام الحرف الأقوى. طب يلا نشوف مثال. كلمة يؤمن. ايه ده؟ ايه ده الهمزة هنا ساكنة تابعة اهي للياء، نطقتهم الاتنين في مقطع واحد، قلت صح. اوبا، طب انا عايزة اعرف هنا الهمزة دي هكتبها على ايه؟ اول حاجة يا شطار هنبص على ايه؟ هنبص على الحركة القوية. طيب انهي فيهم الحركة القوية؟ اتفقنا ان هي الضمة اقوى الحركات بعد الكسرة. طيب يعني هعمل ايه؟ معروفة طبعا، هننفذ كلام الحركة الأقوى اللي هي حركة الضمة. يعني هنعمل لها إيه؟ هنجيب لها الحرف المناسب ليها ونوقف الهمزة عليه، لأن إحنا لو ما عملناش كده الضمة هتزعل وإحنا مش هنعرف نزعل الضمة. يبقى هنكتب الكلمة دي إزاي؟ يلا نكتبها ونشوف. أيوة، إحنا كده كتبنا الكلمة مظبوط وبقينا شطار خالص. ليه كتبناها كده؟ لأن الهمزة جت ساكنة والحرف اللي قبلها مضموم. يبقى احنا القاعدة عندنا بتقول ان الهمزة لو جت ساكنة والحرف اللي قبلها مضموم بمشي كلام الضمة القوية الشريرة وبتتغلب على السكون. يعني بنعمل ايه؟ بنكتب الهمزة دي على واو عشان الواو حرف مناسب لحركة الضمة. يبقى انا امتى بكتب الهمزة دي على ضمة؟ يلا بينا نشوف خدنا ايه النهاردة. اتفقنا ان الهمزة لو جت مضمومة ببص على الحرف اللي قبلها، لو كان مضموم بكتب الهمزة دي على واو. ليه؟ لان هما دول متماثلين، هما حرفين الحركتين زي بعض، مفيش حد فيهم اقوى من التاني، هما الاتنين واحد. عشان كده لو الهمزة جت مضمومة والحرف اللي قبلها مضموم بكتب الهمزة على واو. لو الحرف اللي قبلها لو هي مضمومة والحرف اللي قبلها مفتوح بشوف الحركة الأقوى، وأنهي حركة أقوى؟ اتفقنا إنها الضمة، فبرضو بكتب الهمزة على واو. طب لو جت مضمومة بس الحرف اللي قبلها ساكن، مضمومة وساكن، لا طبعا لازم أمشي كلام الحركة الأقوى، يبقى فورا هكتبها على واو. طيب لو الهمزة جت عندي مفتوحة أو ساكنة والحرف اللي قبلها مضموم عليه الضمة، شرطة شبه الواو دي صغيرة، بعمل إيه؟ فورا بكتبها برضو على واو. طب ليه عملت كده؟ لان انا هنا قارنت بين الحركات، شفت الحركة الاقوى وكتبت الهمزة عليها او على الحرف المناسب للحركة. احنا النهاردة اتعلمنا ان احنا عشان نكتب الهمزة على واو اول حاجة بنعملها بنشوف الحركة بتاعة الهمزة، وبعدين بنشوف الحركة اللي قبلها والاقوى فيهم
نعمل له بقى ايه؟ نكتب اللي بيناسب الحركه الاقوى بتاعته ونجيب الحرف المناسب ليه. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط وسهل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.